اللي شرحته كله لكم قبل شوي طلع بدون صوت. هذه الكرش نلفها نحشيها شحمة بطن، شوف مثل هذه يمكن واضحة، نحشيها شحمة بطن ونلفها في القصب، بس لازم تنظف الكرش عدل. أبى أخلي عينة الحين حبة وبشرح لكم إياها. هذا بنسويها مرقة صفراء اللي هو الراس والكرش والكراع، لكن لازم أفوحها الحين فوحة وأشيل الماي، عقب أنزل عليها ماي مرة ثانية مع كركم وشوية عاد بهار وخلاص، بس إنه يبي لها طبخ عشان تستوي. الحين الماي هذا كله أصفيه وغسله، طبعا هذا كله ينغسل بماي بارد، غسيل بسيط يعني شطف ماي بس، وبعدها يطبخ مرة ثانية مرقة صفراء ويترك ساعة ونص خالص. اليوم نبي نسوي، دامنا مسوينا مرقة صفراء نبي نسوي كبسة برية. عندنا الخريف ما شاء الله بسم الله، شوف لي لحمته شلون بيض وطري. طبعا انا شو اسوي دايم، عندي مثل الهبر هذا، اول شيء شوف البياض لحمته، عندي الهبر هذا نزله حدر، الهبر كله نزله حدر عشان ياخذ حقه. شوف هذه طرف ذنبته ما شاء الله يا السمن، هذا كله نزله حدر، ورقاق اللحم فوق الطبخ حرارة النار تجي حدر. شيل زفرته وشيل اموره، قط عليه بصله وثوم بس، ماني زايد عليه شيء. البهاره بحطه وين؟ المرقه الصفراء. طبخة اللحم شوف ماني حاط الا شوف نص راس ثوم وفلفل بارد وثلاث علوب حار وشوية بصل فقط، ماني حاط شيء نهائيا، ومرقته بيضة. اليوم لا بغيت تسوي كبسة برية، ترى هذه الكبسة برية أهم شيء مايك صافي. بعد ما ذبحنا الراس وشلنا زبرته كاملة، عندنا بصل وثوم نبي نحمس له. هذه أفضل طريقة للمرقة الصفراء ممكن تسويها، طريقتها ترى سهلة جدا سهلة. المرقة الصفراء كركم وليمون أسود خفيف وفلفل أسود، وإذا بتزيد كزبرة وكمون فقط. حمسنا البصل حمسة بسيطة مع البهارات، أنزل الراس وأنزل هذا كله، هذا اللي لازم ينزلن تحت، ياخذ تشويحة بسيطة بس، تشويحة بسيطة. شوف من ياخذ لون خلاص، من حمسته أعطيته تشويحة نزل. الحين واحد يقول أبو حمود كان شلت الأذن، ألذ شيء في الراس الأذن. الحين عاد نخليها تطبخ على راحته. شوف هذا فلفل مجروش ترى أنا حاطه، يمكن ما علمتكم لأن في ناس يحطون عقب أبو حمود ترى طلعت طبختنا حارة. شوف بزيد عليها اللي الناس ممكن غالبيتها راح يقول لي ليش يا ابو حمود حطيته، ابى احط عليها اقل من طرف يدي كزبره خضراء وشبنت، هذه مزاجي انا احبه. شوف طل دهنها بدا يطلع لان هذه كلها دهن. وهذا البريه اللي احنا مسوينها، طبعا ما احنا زايدين الملح حيل اساس تضبط معانا 100%. شوف تقريبا لحمنا خالص، يبيله يمكن 10 دقائق 10 دقائق يكون جاهز. هذه اضافات اختياريه ما هي ضمن خطة المرقة الصفراء، انا بيها ثقيله لاني ابى يدمها يدام، هكا عرفان ابى يدمها يدام. شوف المرقة متى اضيفها؟ بعد ساعه من يطبخ، بعد ساعه اضيف عليها البطاط. عطني هذا كزبرة خضراء وشوية شبنت، هذه إضافات. لا حد يدش علي يقول يا أبو حمود ما يصير، كيفك ما يصير لا تحطه، لا تقول لي أنا ما يصير، كيفك أنت تبي ولا ما تبي، بس جربها على شبنت وشوية كزبرة، قسم بالله تدمنها. هذا عشان ربعك يدعو لك وتدخل الجنة، بس شيء خيالي 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 ما شاء الله. هذه ملحمة صبحة، أنا بصور لكم إياها الحين مرة ثانية. شوف لي والله يا جماعة، شوف البياض اللحم هذا عاد أنا والله نص المرقة شاربها. شوف هذا اللي بدون أي نوع بهار، شوف لي ما شاء الله تاكل. شوف بياض اللحم، شوف ما شاء الله، شوف واضح بياض اللحم ولا أشرح لكم زود؟ خلاص ما عاد وراها شيء. طبعا ماينا شوي زايد، احنا نبيها اليوم لينة. يلا يعرفها الله، اقول لك بريه، اشتنها بريه، تخيل ان هذا حشوه. عطني ملاس، عطني، اشهد انها بيضه. ترى البهارات اللي انا خالطها هذه اللي فوق تراها شويه، طبعا هذا كركم وهذاك شويه كمون وفلفل اسود وبهارات الكزبره، بس 3 أنواع
بدون حشو بدون شيء، برية عليها الكلام. شوف للعيش، شوف 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 السهل. صار يعرف يتفنن في النثرية. كفو. بس تعال. كب اشتن. ايوه بس يا سلام. اشهد انها رويانة مرقة صحيح، مو خرابيط. ما ذقتها اعرف نكهتها انا. علينا والله في العافية. شوف لا تكسر ترى عيش رويان. شوفها صارت. خلني اغرب لكم مني. قوس. شوف لي الفلفل فيها ما شاء الله. شوف ما شاء الله حبة العيش. ها شوفها. وهذا اللحم، هذا تحمير وهذا الراس، وهذا الصحن الثاني. هذا طبعا باقي الذنبه، وهذا باقي الخروف. بس كافي عشان صحن ثاني كافي. وهذه عادة مرقة عرفان، بس انها حاطينها حمراء.